خلاص خلصت رسميا مصر في كاس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك. بعد التعادل مع منتخب بوركينا فاسو بدون اهداف، المنتخب ما كانش قوي، خايف من منتخب مصر طول اللقاء. انا اول ما شفت سعيد سومبوري وبلاتي توريه قلت احنا بنلعب فريق من الدوري المصري، مش فريق ممكن يوصل كاس العالم على حساب منتخب مصر. يمكن منتخب بوركينا فاسو كان بيهاجم على فترات طوال اللقاء، وده بسبب الخطه اللي كان عاملها كابتن حسام حسن. احنا خلاص عرفنا دماغه. كابتن حسام لما بيلعب في مصر بينزل كل اللعيبه المهاجمين، لما بيلعب بره ارضه بينزل كل اللعيبه المدافعين. ده اللي حصل، كان بيدافع باكبر كم من اللاعبين. اللي احنا عايزينه منك بقى يا كابتن حسام، خلاص احنا ضمننا الوصول لكاس العالم، نتفرج بقى على كوره حلوه. العب بقى كوره منتخب مصر بتاعت 2006 و2008 و2010. عايزين نتمتع بلعيبه منتخب مصر ولعيبه الدوري اللي هو المفروض السنه دي اقوى دوري من سنين فاتت. في بقى نقطه مهمه عايز اتكلم عنها لكابتن حسام حسن، بطل تحب وتكره. مصطفى محمد احسن مهاجم في مصر، ما ينفعش يقعد دكه. طول ما انت بتلعب بمهاجم لازم مصطفى محمد هو اللي يبقى الاختيار الاول ليك، مش اسامه فيصل. نفسي اعرف اسامه فيصل عمل ايه في بطوله الدوري لغايه دلوقتي عشان انت تضمه، ولا هو عشان الاهلي كان بيفاوضه وهو كان عايز يروح النادي الاهلي فانت بتلعبه، عشان مصطفى محمد رفض يروح النادي الاهلي فانت عشان كده بتركنه جنبك وبتلعبوش. مصطفى محمد نزل اخر 10 دقائق في ماتش بوركينا، ضيع يمكن 3 فرص وكان بيتحرك كتير. ودي رساله مني للكابتن حسام حسن، بطل تحب وتكره، حب منتخب مصر وحب جمهور منتخب مصر اللي عايز يشوف كوره جميله وكوره حلوه، مش لعيبه على مزاجك انت وبس.